باشا ممكن تقول لي على اخطر صفتين يخلوني بياع شاطر وسيلز مان شاطر؟ بص، انت ممكن تاخد 100 صفه 150 صفه، بس في اتنين ما تتنازلش عنهم علشان نقول عليك بياع شاطر. الاولى السيلف كونفيدنس. والله عمر ما حد هيثق فيك الا ما تكون واثق في نفسك وفي منتجك. هل ده بنقوله؟ لا، ما بنقولوش، بس هو باين كويس قوي في صوتك، باين كويس في الاي كونتاكت، باين كويس في البادي لانجوج بتاعتك، فدي حاجه مقريه جدا جدا بالنسبه للكاستمر. فما عندكش ثقه بنفسك ولا منتجك ولا هو حس منك كده، انت بقى وجودك مش مؤثر، بقى خلاص منه هو بشكل راشنالي للمنتج يحكم بقى عليه ويعمل اللي هو عايزه. هو شايف انسان مهزوز في نفسه او خايف او ضعيف، وبالتالي هو مش، انت ما بقاش ليك باور في المعادله، ما بقاش ليك قوه تاثير، ما بقاش ليك يعني رابور مع الكاستمر يعرف ياثر فيه ويعرف يبقى كونسلتنت ليه ويعرف يقول له خد دي ما تاخدش دي، انا رايي دي انا رايي دي، لانك اصلا انسان فاقد الثقه بنفسك. فلو هعلمك حاجتين، واحده منهم 50% منهم البيع عباره عن ايه؟ عباره عن ثقه بنفسك، وتبان في علامات كتيره جدا جدا منك، فخلي بالك منها كلها. من اول طريقه ظهورك للامبريشن اللي انت بتديه، لصوتك، للاي كونتاكت بتاعك، للتون بتاعتك اللي بتتكلم بيها، لكلامك عن المنتج، لحماسك. دي حاجه لا تنازل عنها في السيلز، ان يكون عندك سيلف كونفيدنس. طب ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه هي الاسيرتيفنس. يا جماعه مفيش بياع مؤثر شاطر ما يعرفش يبقى اسيرتيف وهو بيقفل البيع. القفل السيلز ده محتاج اسيرتيفنس، محتاج واحد يعرف يقول للي قدامه ويضغط عليه ويقول امتى، ازاي نجيب الكونتراكت، تحب تاخد دلوقتي، اجيب لك دي ولا دي. لازم يكون عنده درجه من الاسيرتيفنس، لان شخصيات كتير من اللي انت بتقابلها هو عايز اصلا بطبيعه الحال يماطل، مش عايز يدي رد، عايز يقول لك هفكر وابقى ارجع للمدام واسالها واخد راي مش عارف مين واعمل ايه. ده طبيعه بشريه. لو ما لقاش الشخص اللي قدامه ده عنده نوع من انواع الاسيرتيفنس والحسم، اللي هو يعرف يقفل الديل بتايم محدد او في وقت محدد او بطريقه محدده، هو مش هيفولو يو، مش هيرياكت معاك بقى ولا. فانت بتيجي في الاخر تقول له ايه، وشوف بقى اللي يناسب حضرتك يا فندم، فيقول لك طيب انا هرجع واسال واشوف وابقى ايه وابقى ارد عليكم ان شاء الله. فين الاسيرتيفنس عندك؟ فين قدرتك على انك تحط اللي قدامك في موقف يخليه يطلع منه كوميتمنت واضح، يقول يقول لا مش مشكله حتى لو رفض البيع، بس انا جبت اخره وعرفت ان هو بتاع لا مش بتاع اما سكه البروكاستينيشن والمماطله على اللونج ران وهبقى ارد عليك وبعد كده تبعت له على الواتساب مش هيرد اصلا، وتتكلموا يقول لك اصل انا كنت مشغول في الميتنج، ويقعد شهرين ثلاثه يعذبك معاه. كل ده حصل ليه؟ علشان انت من الاول ما عندكش نوع من انواع الاسيرتيفنس اللي هي تعرف تربط اللي قدامك بكلمه وتاخد منه كوميتمنت. انت باسيف. يعني ايه باسيف؟ يعني انت بتسيب اللي قدامك دومينانت، يقرر وقت ما يقرر ويرد وقت ما يرد ويعمل وقت ما يعمل. مع ان في طبيعه بشريه عند جزء كبير من الشخصيات، مش كل الشخصيات، ان هو بيميل الى الاوفر ثينكينج والمماطله والبروكاستينيشن، وابقى ارد بعدين، ويقارن بينك وبين غيرك ويعمل. لو ما لقاش واحد يديله الحته دي مش هيطلع قرار. فخلي بالك حاجتين، سيلف كونفيدنس واسيرتيفنس، مع حاجات تانية كتير، بس انا بشوف دايما دول اهمهم في السيلز. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.